الأهلي يحصل على خدمات عبد الرحمن دغمون ومحمد مخلوف ثلاثي المصري مقابل مبلغ مالي كبير وأربع لعيبة من نادي الأهلي. الأهلي بيجدد اهتمامه بالتعاقد مع إبراهيم عادل بعد تلقي تريزيجيه عدة عروض خارجية للرحيل عن نادي الأهلي. في زلزال في ميت عقبة بسبب اللاعب التونسي سيف الدين جزيري بيقدم شكوى ضد نادي الزمالك بسبب المستحقات المتأخرة اللي ما خدهاش بقاله 7-8 أشهر من نادي الزمالك. محمد صبحي حارس نادي الزمالك يقترب من الرحيل عن نادي الزمالك. محمد صبحي حارس الزمالك يتلقى عدة عروض والقرار الأخير بيد إدارة الكرة بنادي الزمالك، واللاعب يقترب من الرحيل عن نادي الزمالك. لا تنسى الاشتراك في القناة ليصلكم كل ما هو جديد في عالم المستديرة وفي عالم نادي الأهلي والزمالك قطبين الكرة المصرية.